ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا امنية والنهاردة هقول لكم ازاي نعمل فرايد تشيكن في البيت بتركات بسيطة خالص ونتيجة هايلة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والفولو والاشتراك في القناة، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول تركة معانا في نجاح الفرايد تشيكن هو وزن الفرخة. كفاية قوي ان يكون وزنها من كيلو لكيلو وربع، مش اكتر من كده. الفراخ اللي حجمها اكبر من كده مش مناسب ابدا للوصفة دي. تاني تركة معانا بقى من تركات نجاح الفرايد تشيكن هي نقع الفراخ. احنا بننقعها مرتين، مرة قبل التتبيلة ومرة بعد التتبيلة. اول حاجة بنعملها بنجيب الفرخة بننضفها ونغسلها وننقعها في مية وليمون وملح يوم كامل، طبعا في التلاجة. ولو مش هتعرفوا يكون يوم كامل يبقى على الاقل ليلة كاملة، مش اقل من كده، عشان دي خطوة مهمة جدا في نجاح التسوية. ولو معاكم وقت كمان تقدروا تنقعوها في محلول الليمون والملح ده لحد يومين كاملين، مش هيجرى لها اي حاجة ابدا. الجو اللي احنا فيه ده هيساعد ان هي تفضل كويسة، مش هتبوظ منكم. يعني مثلا ممكن تقعد في التلاجة من 3 ل5 ايام كاملين، بيرجع طبعا لدرجة حرارة التلاجة وجودتها. بعد كده بقى بنقطع الفرخة ل10 قطع، كل ورك بنقطعه لجزئين، والصدر بنقطعه ل6 اجزاء، كل جناح بقطعة لحم لوحده، وكل قطعة متبقية من كل صدر بنقطعها لجزئين. يعني مجموع القطع عندي 10 قطع زي ما انتم شايفين كده. وحاولوا على قد ما تقدروا وانتم بتغسلوا الفراخ تحافظوا على الجلد بتاعها. انا الصراحة ما بهداش الا لما بشيل الجلد بتاع الصدر، بس هو الاصح ان احنا نحافظ على الجلد بتاع الفراخ. وللتتبيلة عندي معلقة كبيرة مليانة مستردة، ومعلقة كبيرة مليانة كاتشب، ومعلقة كبيرة مليانة توم مفروم، معلقتين كبار مليانين خل، وعصير ليمونة كبيرة. وهنحتاج معلقة صغيرة مليانة توم باودر وزيها بصل باودر وفلفل اسود زيهم، ونص معلقة صغيرة زنجبيل، ومعلقة صغيرة ممسوحة ملح وشطة حسب الرغبة، ونص معلقة صغيرة بابريكا، ونص معلقة صغيرة كاري، و2 مرقة فورية. بنخلط بقى كل التوابل الجافة دي مع بعض، وبضيف بس تلتين الكمية دي على التتبيلة بتاعة الفراخ، والتلت الباقي هنركنه على جنب دلوقتي وهقول لكم هنعمل ايه بيه. بنخلط بقى كل المكونات دي مع بعض كويس جدا، وبخففهم بشوية مية علشان انا عايزة الخليط ده يكون مايل ان هو يبقى خفيف شوية لنقع الفراخ. بعد كده بقى بننزل بالفراخ في التتبيلة دي، واتأكد ان كل الفراخ متبلة كويس قوي بالخلطة دي ومنقوعة فيها كويس. بندعكها كويس كده بايدينا في التتبيلة عشان بس نتأكد ان التتبيلة وصلت لكل اجزاء الفراخ. بعد كده بقى بناخدها وبنسيبها في التلاجة اقل حاجة ليلة. معاكم وقت بقى وعايزين تسيبوها، سيبوها معاكم لحد يومين وممكن كمان 3 ايام، وما تقلقوش في الجو اللي احنا فيه ده مش هيجرى لها حاجة ابدا. بالعكس، كل ما هتقعد اكتر كل ما طعمها هيبقى احلى، وكل ما سواها هيبقى معاكم انجح. الكفر بقى بتاع الفراخ عندي 2 دقيق وكوباية نشا، وبحط عليهم باقي خلطة التوابل اللي احنا ركناها على جنب من شوية، وكيس بيكنج باودر، وبقلبهم كويس مع بعض. وهنحتاج كمان طبق يكون فيه مية ساقعة. بعد كده بقى بنطلع الفراخ من التلاجة بعد ما نقعناها على قد ما نقدر، بنشيلها من التتبيلة دي وبنشيل من عليها اي زيادات، وبحطها في خليط الدقيق والنشا وبفضل الفها فيه كده كام مرة. وعلشان نوصل للشكل المنعكش اللي بيكون في الفرايد تشيكن ده، بنمسك قطعة الفراخ بالشكل اللي انتم شايفينه ده وبنخبط بيها في الطبق زي ما انتم شايفين كده. وبنكرر الخطوة دي في كل قطع الفراخ اللي عندنا. بنقلب القطعة شوية الاول في الدقيق، يعني 5-6 تقليبات كده، بعد كده نخبطها في الطبق زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى بناخد قطع الفراخ دي وننزلها في المية الساقعة ونشيلها منها بسرعة جدا، يعني ثانية كده، نصفي منها المية ونرجعها تاني للدقيق، ونكرر نفس اللي احنا عملناه في اول خطوة. بنقلب الفراخ في الدقيق ونخبطها في الطبق. بعد كده بقى بنحمرها، وركزوا معايا في الكام حاجة اللي هقولهم دول بخصوص التحمير. اول حاجة، الحاجة اللي هنقلي فيها لازم تبقى غويطة او عميقة. تاني حاجة، الزيت لازم يكون كتير. انا فضيت ازازة زيت كاملة علشان الفراخ تبقى مغمورة كويس قوي بالزيت. تالت حاجة بقى، لازم الزيت يكون سخن، ما بيغليش ولكن يكون سخن. الزيت لو بارد او درجة حرارته مش كفاية، الفراخ اما تنزل فيه
مش هتقرمش معاكم. ولو الزيت سخن زيادة عن اللزوم الفراخ اول ما تنزل فيه هتاخد لون من بره بسرعة جدا ومش هتستوي كويس من جوه. فمهم قوي ان درجة حرارة الزيت تكون مظبوطة. خامس حاجة، حاولوا على قد ما تقدروا ما تقلبوش الفراخ. الزيت لو كميته مناسبة والفراخ مغمورة فيه بشكل كويس هتستوي كلها في نفس الوقت وهتاخد لون حلو في وقت واحد ومش هتحتاجوا من ان انتم تقلبوها. طيب لو الزيت كميته قليلة شوية وفي حتة من الفراخ كده من فوق باينة وما اخدتش نفس اللون اللي اخده الجزء اللي تحت، بنقلبها بس بعد ما الجزء اللي تحت بيستوي تماما. يعني الفراخ ما بتتقلبش كتير في الطاسة، هي يا دوب تقليبه واحده ان هو الوش التاني بس يستوي. لو اتقلبت كتير في الزيت ده برضو هيخليها من بره ما تقرمش معاكم. انا هنا ما عملتش حاجه غير اني بس نقلتها في حاجه اضيق شويه علشان الزيت يغطي الفراخ بشكل افضل. الاولانيه حسيتها كبيره شويه على كميه الزيت دي. بنسيبها بقى تستوي على نار متوسطه، بتقعد في الزيت من 6 ل 8 دقايق. انتم اول ما تلاقوها اخدت اللون ده طلعوها على طول من الزيت. حتى لو اخدت وقت قليل ما تقلقوش ابدا، لو انتم مشيتوا على كل الخطوات اللي احنا قلنا عليها هتطلع معاكم سواها مظبوط جدا. هي ما بتاخدش وقت خالص في السوا، وقتها كله في النقع بتاعها. اخر حاجة بقى، لما بنطلعها من الزيت ما بنحطهاش على مناديل مطبخ، يفضل ان احنا نحطها في مصفى او راك علشان تحافظ على قرمشتها. وده بقى بيكون شكلها النهائي. شايفين حلوة ازاي؟ مقرمشة جدا جدا من بره ومن جوه مستوية جدا زي ما انتم شايفين كده. التتبيلة بتاعتها يا جماعة بجد خطيرة. انا متأكدة انكم لما تجربوها بالخطوات دي وتطلع معاكم ناجحة بالشكل ده هتبطلوا تشتروها من بره نهائي. شايفين قرمشتها عاملة ازاي؟ خطيرة يا جماعة بجد. بفرخة واحدة بس وازازة زيت عملنا 10 قطع من الفراخ. طبعا كلنا عارفين لو احنا حبينا نشتري 10 قطع فرايد تشيكن من بره دلوقتي هنجيبهم بكام، فهي مقارنة بيهم موفرة جدا. وغير كده بقى احنا عاملينها في البيت، ضامنين نظافة الفرخة وضامنين جودة الفرخة وشكلها عامل ازاي. بجد يا جماعة ما تفوتوش الوصفة دي ابدا، انا متأكدة انكم من حلاوتها هتدمنوها. وطبعا بقى بتتقدم مع بطاطس محمرة والصوص المفضل ليكم. بجد يا جماعة خطيرة. ما تنسوش بقى اللايك والفولو والاشتراك في القناة، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.